شاب عنده 20 سنة بس، أبوه اتقتل ومملكته كانت في خطر، لكن بدل ما ينهار قرر يغزو العالم. وده مش خيال، احنا النهاردة بنتكلم عن الإسكندر الأكبر. في القرن الرابع قبل الميلاد ولد الإسكندر في مدينة بيلا عاصمة مقدونيا شمال اليونان. أبوه الملك فيليب الثاني، الراجل اللي وحد المدن اليونانية بعد قرون من الصراعات. الملك فيليب كان ذكي وعارف إن ابنه محتاج عقل عظيم عشان يقدر يوجه قوته، وعشان كده أسدى مهمة تعليمه للفيلسوف أرسطو. ومن سن 13 سنة بدأ الإسكندر يتعلم الفلسفة والمنطق والطب والسياسة. لكن أهم درس أخده من أرسطو كان إن القائد الحقيقي هو اللي يعرف يستخدم العقل قبل السيف. الإسكندر من صغره كان واضح إنه طفل مش عادي، وعشان كده أثناء تعليمه للفروسية كان فيه حصان جامح اسمه يوسيفيوس. لكن الإسكندر لاحظ إن الحصان بيخاف من ظله، فدار بيه ناحية الشمس وركبه بكل سهولة. الملك فيليب شاف المشهد ده وقال له كلمته اللي بقت نبوءة: يا بني، إن مقدونيا صغيرة عليك، ابحث عن مملكة تليق بك. ولما كمل الإسكندر 16 سنة خرج أبوه للحرب وسابه حاكم على مقدونيا، لكن تمردت عليه منطقة قريبة منه، فجهز جيش صغير وقضى على التمرد ده في وقتها، وبنى مدينة جديدة سماها الإسكندرية، أول مدينة من أكتر من 20 مدينة هتحمل نفس الاسم. لكن القدر كان بيجهز ليه الصدمة الكبرى. سنة 336 قبل الميلاد الملك فيليب اتقتل في حفل زفاف بنته، وفي لحظة الإسكندر بقى ملك مقدونيا وهو عنده 20 سنة بس. مدن يونانية كتير شافت إنها فرصتها للتمرد، لكن الإسكندر ما استناش، اتحرك بسرعة وحاصر مدينة طيبة ودمرها بالكامل. وكانت عنده رسالة واضحة وصلها للجميع: اللي هيقف ضدي هيكون مصيره الزوال. وبعدها جمع مستشاريه وبص ناحية الشرق اللي كانت فيه الإمبراطورية الفارسية، أقوى إمبراطورية في العالم وقتها. وساعتها قال الإسكندر جملته اللي بدأت الأسطورة: أبي وحد اليونان وأنا سأوحد العالم. ومن اللحظة دي بدأت الحكاية اللي غيرت وجه التاريخ إلى الأبد. انتظرونا في الجزء الثاني عشان نكمل قصة الإسكندر الأكبر.